متابعينا الكرام، السلام عليكم. تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين العراقيين. وذكرت الأمانة في بيان أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين خلال الزيارة التي أجراها فريق الزيارات الميدانية التابع إلى دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، بالتزام المعنى الإضراب الذي أعلنته النقابة أمس الأحد. وأضافت أن الفريق استمع إلى مطالب النقابة خلال لقاء بنقيب المعلمين العراقيين وأمين السر العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة، الذين أكدوا أن الإضراب يصب في مصلحة التربية والتعليم، والهدف منه إصلاح وتقويم العملية التربوية في العراق. وأشارت إلى أن المطالب تضمنت تصحيح وتقويم العملية التربوية بما يضمن مستقبل زاهر للتلاميذ، وتخصيص قطع أراضي سكنية أو بناء مجمعات سكنية للمعلمين، لافتة إلى منح المعلمين حقوقهم وامتيازاتهم في سلم الدرجات الوظيفية المخصصة لهم. وأوضحت الأمانة أن الفريق رفع التقرير الخاص بالزيارة مرفق بالبيان الختامي والمطالب إلى الأمين العام لمجلس الوزراء للنظر فيها والتوجيه بأخذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة. إلى هنا متابعين الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقاتكم. تحياتنا لكم.